ازيكم؟ في حلقة النهاردة هنتكلم عن أسوأ 8 مصافحات بتتعمل واللي بتدمر الانطباع اللي ممكن يتاخد عنك في أول ثانيتين. فيا ترى أنت بتعمل أنهي واحدة فيهم؟ يلا بينا نشوف. نبدأ بالمصافحة الأولى واسمها مصافحة السمكة المبللة، ودي درجة المصداقية بتاعتها بتكون 1/10، وبيعملها الشخص لما بيكون متوتر أو قلقان. فالطبيعي إن أصابع إيده بتبقى باردة، ولو شخص بيعرق بسرعة فالانطباع اللي بيتاخد عنه عند الشخص التاني إن هو شخص مش ملتزم أو ضعيف الشخصية. ليه؟ لأن الشخص التاني بيقدر يتحكم بكل سهولة في وضع كف إيدك. فعشان تتفادى حركة زي دي أو موقف زي ده، خلي معاك منديل في جيبك زي ما اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت، وتمسح بيه إيدك قبل ما تسلم على الشخص. أما بالنسبة للنوع التاني من المصافحات وهو اسمه المصافحة الملزمة أو مصافحة الإلزام، ودي درجة المصداقية بتاعتها بتكون 4/10، وبتتعمل في الغالب في بيئة عمل، وبتكون إن الشخص اللي قدامك بيقلب كف إيده لفوق وبيضغط على إيدك بقوة بسيطة. الحركة دي بتعكس عن الشخص اللي بيعملها إن هو بيحاول يبدأ سيطرته عليك بدري، أو إن هو عنده خوف داخلي من إنك تسيطر عليه. أما بالنسبة للنوع الثالث من المصافحات وهو اسمه مصافحة العظام الساحقة، ودي درجة المصداقية بتاعتها 0/10، وبتكون إن الشخص اللي قدامك بيسلم عليك بقوة جدا لدرجة إنها ممكن توجع صوابعك، وبتسيب انطباع جسدي ونفسي سيء جدا عند الشخص. والحركة دي بتعكس صورة الشخص إن هو شخص في الغالب عدواني، أو إن هو بيتعمد إنه يخوفك. فعشان ما تقعش في موقف زي ده، لما يجي حد يسلم عليك بالطريقة دي حاول تلفت انتباه الناس اللي حواليك ان هو بيسلم عليك سلام قوي. في الغالب الحركة دي هتخليه ما يكررش اللي بيعمله تاني. ونيجي للمصافحة الرابعة واللي درجة مصداقيتها 2/10، وهي مصافحة أطراف الأصابع. والحركة دي أو السلام ده بيبقى في الغالب ما بين الولد والبنت. فالسلام بيعكس إن قلة الثقة، وكمان بيعكس اختلاف المساحات الشخصية. وعشان أتجنب المصافحة دي برضو، زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت، ان انت بايدك الشمال تمسك ايد الشخص اللي قدامك، وبايدك اليمين تسلم سلام مظبوط وتبص للشخص وتقول له بكل هدوء خلينا نحاول مرة تانية. الحركة دي بتوصل احساس مصداقية ان انت شخص صادق عند الشخص اللي قدامك، وكمان بتحسسه ان انت مهتم جدا بان اللقاء يتم بشكل كويس، وكمان انك مش متوتر. اما بالنسبة للنوع الخامس من المصافحات وهو اسمه مصافحة الذراع المتيبسة، ودرجة المصداقية بتاعتها بتكون 3/10، وهي بيبقى إن الشخص بيفرد دراعه عشان يسلم عليك، ومن خلالها بيحاول يحافظ على المسافة الشخصية اللي ما بينك وما بينه. والحركة دي الشخص اللي بيعملها بيبقى غالبا بيتسم بالعدوانية، وإن هو عاوز يسيب مساحة أو مسافة كافية بينك وبينه من غير ما تخترق الحدود الشخصية بتاعته. طيب عشان يفضل محافظ على الوضع ده وعلى المسافة بينك وبينه، الشخص ده ممكن يميل بجسمه لقدام لو حس ان انت هتقرب عليه بزيادة، فممكن يميل بجسمه لقدام، وممكن كمان يرفع رجل واحدة من على الارض عشان يتفادى بأي شكل ممكن ان انت تسلم عليه. وبالنسبة للمصافحة رقم 6 وهي مصافحة شد المقبس، المصافحة دي بيبقى فيها الشخص أول ما بيجي يمسك إيدك بيشدك بسرعة ناحيته أو بيشدك بقوة. الحركة دي بتخليك تفقد التوازن بتاعك، وبيخليك تدخل معاه العلاقة على أساس مش سليم. والحركة دي بتعكس صورة عن الشخص اللي بيعملها، يا إما هو بيحاول يسيطر عليك، أو إن هو عدواني، أو ممكن اختلاف ثقافات. طيب بالنسبة للمصافحة رقم 7 وهي مصافحة ضغط المضخة أو مصافحة المضخة، من الكلام كده أو من المعنى، في الأرياف كانت إن في مضخات أو طرمبات المية بتبقى موجودة في جوانب الطرق، فالشخص لما بيجي يطلع مية فبيمسك الدراع ويهزه بقوة جامدة شوية عشان تبتدي المية تطلع له. فنفس الكلام هنا، الشخص اللي بيعمل كده معاك بيمسك إيدك ويهزها بقوة كبيرة جدا بتوصل ل7 هزات أو أكتر، بس بعد ما بيخلص بيفضل ماسك إيدك بعد ما بيخلص إن هو يهزها يعني. الغريب ان بعد ما بيخلص هز ايده معظم الناس ما بتسحبش ايديها. اما بالنسبه للمصافحه الثامنه والاخيره اسمها مصافحه الاسلوب الهولندي، ودي درجه المصداقيه بتاعتها 2/10، وهي بتبقى يعني شبه مصافحه السمكه المبلله، الا انها بتكون الرطوبه اقل بس الصلابه اكتر، او انها متسلطه اكتر شويه. وعلماء لغه الجسد شبهوا المصافحه دي كانك ماسك حزمه جزر.
اما دلوقتي بعد ما خلصنا الثمان مصافحات نروح لمثال عملي او مثال تحليلي زي الصورة اللي ظاهرة قدامك دلوقتي. صورة بتوضح اجتماع ما بين ياسر عرفات وجون اف كينيدي واسحاق رابين في البيت الابيض سنة 1993. الصورة بتوضح ياسر عرفات في اليمين، جون كينيدي في النص، رابين في الشمال. فاللي كان واخد مركز الصورة او كان اللي مسيطر قوي في الصورة كان جون كينيدي. ليه؟ لانه واقف في النص، طبعا فرق الطول مديله ميزة كويسة جدا، وكمان فارد كف ايده بحيث ان هو يحوط الاتنين. ولكن على الناحية التانية لما تبص على صورة الشخصين التانيين يا عرفات ورابين، هتلاقي ان رابين واخد شمال الصورة اللي هو بيبين ان هو شخص مسيطر، وكمان بيسلم على عرفات بطريقة الذراع المتيبسة ومادد جسمه لقدام بحيث انه يمنع بكل الطرق ان عرفات يخترق المساحة الشخصية بتاعته. فالخلاصة يا صديقي ان الناس ما بتبقاش واخدة بالها من ان السلام بتاعهم بيعكس صورتهم، وعشان تتفادى او تتجنب ان انت تقع في واحدة من دول فخلي وضع ايدك في الوضع الرأسي او خلي كف ايدك في الوضع الرأسي، وكمان اضغط بقوة مناسبة، وكمان حافظ على المساحة الشخصية بتاعت الطرف التاني. وفي الحلقة الجاية هنتكلم عن انواع الابتسامات وازاي نعرف منها الحقيقي من المزيف. شكرا واشوفكم في الحلقة الجاية.